اجيب السبلايز بتاعه المدرسه. وانا داخله اول حاجه قابلتني هو الكاشير، الناس بتحاسب بقى قبل ما تخرج. فاول ما دخلت كده لقيت ناس بتدفع 4000 و3000 و5000. فانا هنا توقفت لحظه، قلت دول فاتحين حضانه ولا ايه؟ اكيد دي مش اسعار السبلايز. دخلت لقيت كله ماسك بورق، وحرفيا كميه حاجات مهوله. فانا عماله اقول لا مش طبيعي، اكيد اللي بيحصل ده في حاجه غلط، مستحيل يكون الناس بتجيب اقلام، يعني علب اقلام للمدرسه كتير قوي يعني. المهم اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. اكتشفت ان السبلايز اللي المدرسه طالبينها مني مش كتيره ولا حاجه. لما رحت حرفيا كانت في واحده بتقولي ان المدرسه طالبه منها 200 اقلام رصاص. يعني المدرسه هتعمل ايه بعلبتين الاقلام؟ انا مش قادره افهم بصراحه. ففي طلبات غير مبرره، وفي حاجات فعلا بتستخدم. بس علبتين اقلام لو هو كل يوم بياكل قلم يعني مش هيخلص علبتين الاقلام يعني. وبعيدا عن الهزار بقى، بجد حرفيا الناس بتدفع مصاريف المدرسه، ومصاريف اصلا غليت جدا. ما تطلبوش فوق طاقتهم كمان ان هم يجيبوا سبلايز ب 3000 وب 5000، حرفيا كتير اوفر بصراحه.